أهلا بيكم. النهاردة هنفتح ملف واحد من أغرب الكائنات اللي ممكن تعيش جوانا. ضيف تقيل حبتين وقصته أغرب من الخيال. هنتكلم عن واحد من أكبر الطفيليات اللي ممكن تصيب الإنسان. الحكاية كلها بتبدأ بجملة صادمة، جملة ممكن دكتور يسمعها من مريض وما ينساهاش: أنا نزلت تعبان أبيض في الحمام. تخيلوا الموقف. الجملة دي طبعا بتوصف طفيل حجمه كبير لدرجة إن المريض افتكره تعبان حقيقي. والموضوع مش مبالغة خالص. دودة الأسكارس الواحدة ممكن يوصل طولها ل 25 سنتيمتر، يعني بنتكلم في حجم مسطرة تقريبا. عملاق حقيقي عايش جوه الأمعاء. طيب إيه هو بقى تعبان البطن ده؟ ده في الحقيقة دودة طفيلية أسطوانية واسمها العلمي أسكاريس لامبريكويدز. ودي أكبر دودة أسطوانية بتصيب البني آدمين، وليها قصة حياة بصراحة مدهشة ومقلقة في نفس الوقت. رحلة كاملة بتحصل تقريبا كلها جوه جسم الإنسان. طيب، السؤال المنطقي، دودة بالطول ده كله بتدخل جسمنا ازاي؟ الغريب بقى ان الغزو ده بيبدأ بحاجة صغيرة جدا، حاجة اصلا مش بنشوفها بعينينا. العدوى بتبدأ عن طريق ابتلاع البويضات الميكروسكوبية بتاعتها. البويضات دي بتكون موجودة في تربة ملوثة، وممكن توصلنا عن طريق خضار وفاكهة مش مغسولين كويس، أو مياه مش نظيفة، أو حتى إيدينا لو مش مغسولة. وعشان كده هي منتشرة أكتر بين الأطفال. طيب، سؤال مهم جدا، هل ممكن حد يتعدي من شخص مصاب بشكل مباشر؟ يعني زي البرد مثلا؟ الإجابة ببساطة لأ. البويضات لازم تقعد في التربة حوالي أسبوعين عشان تبقى قادرة على الإصابة، وعشان كده الصرف الصحي والنظافة العامة هم أهم حاجة عشان نكسر دايرة العدوى دي. دلوقتي بقى نيجي لأكتر جزء مثير في حكاية الدودة دي، رحلتها العجيبة والمدهشة جوه جسم الإنسان، مغامرة بمعنى الكلمة. بص بقى على الرحلة دي. أول حاجة البويضة بتتبلع وتفقس في الأمعاء. اليرقة الصغيرة تخترق جدار الأمعاء وتوصل للدم، ومن الدم تسافر لحد الرئتين، وهناك المريض يكحها فترجع تاني للبلعوم ويبلعها مرة تانية، فترجع للأمعاء تاني عشان تكبر وتبقى دودة بالغة. رحلة ذهاب وعودة غريبة جدا. وهنا بقى بنفهم سر انتشار الطفيل ده وقوته. الرقم ده مش قليل. أنثى دودة واحدة ممكن تبيض لحد 200 ألف بويضة في اليوم الواحد. متخيلين؟ ده بيضمن إن حتى لو جزء صغير بس من البويضات دي نجا، العدوى هتفضل مستمرة ومنتشرة. وجود متسلل بالحجم ده وبالعدد ده أكيد مش هيعدي مروح الكرام. وجود الدودة ورحلتها جوه الجسم بيسببوا مجموعة كبيرة من المشاكل. الأعراض بتظهر على مرحلتين. المرحلة الأولى واليرقات لسه بتهاجر في الرئة، ممكن تسبب سخونية وكحة جافة وحساسية. والمرحلة التانية لما الدودة البالغة تستقر في الأمعاء، بتسبب وجع في البطن وغثيان وسوء تغذية وهضم. ورغم إن كل الأعراض دي طبعا مقلقة، لكن الخطر الأكبر بيجي من حجم الديدان نفسها وعددها لما بيزيد قوي. لو عدد الديدان كبر جدا ممكن تتشابك مع بعضها وتعمل كتلة تسد الأمعاء تماما، ودي حالة طوارئ بتحتاج جراحة فورية. ومش بس كده، الديدان دي ممكن تتحرك من مكانها وتسد قنوات المرارة أو البنكرياس، أو حتى تخرج من الفم أو الأنف. وفي حالات نادرة اليرقات نفسها ممكن تتوه وتروح للمخ أو الكلى. طيب، إزاي بقى نقدر نكشف وجود الضيف التقيل ده؟ والأهم، إزاي نتخلص منه ونضمن إنه ما يرجعش تاني؟ التشخيص في العادي بيكون سهل، مجرد تحليل براز عشان ندور على البويضات. لكن أحياناً ممكن نستخدم طرق تانية زي الأشعة بالصبغة عشان نشوف الديدان البالغة نفسها في الأمعاء. وطبعاً أحياناً التشخيص بيجي لما الدودة نفسها تظهر. الحمد لله في أدوية فعالة جدا بتقضي عليها، بس العلاج لازم يبقى بحذر شديد، لأن لو في أنواع تانية من الطفيليات موجودة وبدأنا نعالجها الأول، ده ممكن يستفز ديدان الأسكارس ويخليها تتحرك فجأة وتسبب انسداد، فالدكتور لازم يبقى واخد باله. وفي النهاية زي ما بنقول دايما، الوقاية خير من العلاج. أهم حاجة هي النظافة. نغسل إيدينا كويس بالمية والصابون، نغسل الخضار والفاكهة كويس جدا، نتأكد من نظافة مصادر المياه، ونهتم بالصرف الصحي السليم. حاجات بسيطة لكن بتفرق جدا. وده يخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم في الآخر. رحلة الطفيل المدهشة دي جوه جسمنا بتفكرنا قد إيه صحتنا مرتبطة بعادات بسيطة بنعملها كل يوم. خطوات الوقاية سهلة وبديهية، بس يا ترى بنلتزم بيها دايما؟